ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل حاجه لذيذه قوي في الحر ده، الجيلي بالمهلبيه بطريقه سهله ولذيذه وهتعجبكم قوي. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي ويلا نبدا. 3 كوبايات لبن، عليهم 3 معالق سكر ومعلقتين كبار دقيق و4 معالق نشا. هنقلبهم على البارد كده وبعدين هنرفعهم على نار وسط لحد ما ياخدوا القوام ده. هنضيف لهم معلقتين زبدة ونقلب بقى لحد الزبدة ما تسيح، واخر اضافة هنحط الفانيليا، معلقة صغيرة فانيليا. ننزل بقى الكريمة. القالب اللي هنستخدمه ده مقاسه مقاس وسط، حطيت فيه حبة زيت وبالفرشة كده دهنته كده من تحت ومن الجناب بتاعته، وحطيت الكريمة. طبعا مش هنحط الكريمة او المهلبية كلها، يعني هنحط نص القالب كده بس، لان طبعا الباقي هيبقى للجيلي. بقية الكمية بقى بتاعت المهلبية جبت كاسات وبرضو حطيت فيها زيت من تحت كده، وحطيت المهلبية اللي اتبقت عندنا وسويت الوش كده وسبتها بقى لما تجمد خالص. الكمية عملت 3 كاسات والقالب الكبير ده. 3 كوبايات مية سخنة مع 4 باكو جيلي وقلبتهم كويس، وبعدين ضفت لهم كوبايتين مية باردة. يعني استخدمنا 5 كوبايات مية لل4 باكو جيلي. المهلبية بقى بعد ما تماسكت بفصل الحروف كده بالطريقة دي، وبعدين هنحط الجيلي. قبل ما تحط الجيلي هو بقى دافي دلوقتي، قلبيه برضو تقليبة كده. حطيت بقى الجيلي اهو، بوسع بقى كده علشان اديله ايه مساحة ان هو ينزل لتحت كده، بس بالراحة طبعا، تحطي المعلقة بالراحة كده. مليت بقى القالب لحد قبل اخره بسنتي كده كفاية، ودخلته التلاجة. هنا بالنسبة للكاسات بحرف المعلقة كده برضو فصلت المهلبية عن الكاس كده علشان الجيلي ينزل لتحت. سبت بقى الجيلي في التلاجة لتاني يوم، وبعدين بفصل بقى الحروف كده بالسكينة وهنقلبه. اتقلب طبعا بسهولة خالص، لان احنا دهنين طبعا القالب بالزيت، فده بيديله برضو ايه سهولة في القلب. شكله جميل قوي وطعمه حلو جدا وسكره معقول. احنا ما حطيناش سكر الا 3 معالق للكمية دي كلها، فطبعا حلو قوي. اكتفيت بالسكر برضو اللي بيبقى في الجيلي. ممكن تقدمي كده، وممكن زي ما انا عملت كده تزيني بحبة جوز هند. يعني أنا دايما بديك اختيارات، يا كده يا كده. جميل وطعمه لذيذ جدا. بالنسبة بقى للكاسات وانا بقلبها لقيت القلب بتاعها صعب شوية، فحطيت حوالين الكاس من بره فوطة مطبخ مبلبلة مية سخنة، فخليته بقى ايه اتقلب بسهولة معايا زي ما انتي شايفة كده. ده شكله. زينته برضو بحبة جوز هند، وده شكل الكاس اهو. وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.